سلام عليكم يا حبايبي. انا اماني محمد. تعالي اقولك ازاي ب4 كيلو لبن تفتحي مشروع من البيت وهيكسبك باذن الله وهتملي بيتك بالخير كله. تعالي نشوف 4 كيلو من اللبن هيطلعوا لنا خير قد ايه. حطيت 2 كيلو لبن في الحلة دي، وال2 كيلو التانيين حطيتهم في طبق تاني. ولو متأكدة ان اللبن مش متصفي يبقى لازم تصفيه بقماشة نظيفة. وتعالي بقى اقولك على اسهل طريقة ممكن نعملها علشان اللبن ده يقطع معانا. انا باخد الكمية بتاعتي واحطها في فرن البوتاجاز. طيب اشمعنى الفرن؟ لانه بيكون بعيد عن اي ايد، محدش هيلمس اللبن ولا يحركه، وهو ده اللي احنا عايزينه بالضبط. احط اللبن بتاعي في فرن البوتاجاز، وكل يوم افتح عليه الفرن واشوف اللبن قطع ولا لا. واعرف ازاي انه قطع؟ بخبط خبط خفيف على الحلة من الجنب. لو اللبن قطع اللبن مش هيتحرك معايا، اما لو لسه ما قطعش كل ما تخبطي خبط خفيف هتلاقي اللبن يتحرك من على الوش معاكي. وما تسخنيش الفرن ولا اي حاجة، كل اللي عليكي حطي بس اللبن في الفرن واقفلي عليه. اللبن اخد معايا 4 ايام علشان يقطع ويكون بالشكل ده. علشان بس الناس اللي مش عارفة يعني ايه يقطع، يعني اللبن يروب معانا وقشطة اللبن بقى تتجمع على الوش زي ما انت شايفة معايا كده. لما اللبن بيروب معانا باخد اللبن بقى واحطه في التلاجة مدة كافية. مش بشيل القشطة مباشرة، لا، لازم احطه في التلاجة شوية علشان القشطة تتجمد شوية في التلاجة، على الاقل كام ساعة. يعني شايفة هنا انا استعجلت عليها وما سبتهاش في التلاجة كتير، فعلشان كده تحس ان القشطة سايحة معايا شوية. ازاي بفصل القشطة عن اللبن الرايب؟ اقولك يا ست الكل، بالمعلقة من جنب الطبق بالشكل ده، واسحبي المعلقة هتلاقي القشطة تفصل معاكي بمنتهى السهولة. زي ما انت شايفة كده بتبقى طبقة منفصلة خالص عن اللبن الرايب. يعني حتى انت لو اول مرة في حياتك هتعمليها هتتعلميها بمنتهى السهولة. طيب تعالوا بقى نوزن القشطة بتاعتنا ونشوف 4 كيلو لبن هيدولنا قد ايه من القشطة. كنت مصفرة الميزان طبعا في البداية. وزن القشطة معايا طلع 503 جرام، يعني أخدت نص كيلو طابب من القشطة. وخلي بالك ده لبن جاموسي من اللي بيتباع في المحلات، يعني انت لو جايبة اللبن من مصدر فلاحي هيبقى حاجة تانية وخير تاني أكتر كمان. وركزي معايا هنا بقى، شايفة اللبن الرايب بتاعنا وجماله؟ بسم الله ما شاء الله. جمعت اللبن الرايب كله في حلة واحدة بالشكل ده، ومسخنة فرن البوتاجاز على الآخر، عايزاه سخن جدا. وبعد كده أقفل النار بتاعة الفرن وأحط الحلة دي زي ما انت شايفاها كده بحالها في الفرن. والموضوع ده فايدته ايه؟ بيخلي خصرة الجبنة تتجمع معايا، وكمان بيدي تعقيمة حلوة للبن الرايب بتاعنا. ونيجي بقى للقشطة بتاعتنا. انا هحطها في بولة علشان اضربها واطلع منها الزبدة. والحقيقة ان بدأت اضربها بايدي، ضربت فيها شوية كده حوالي 5 دقايق، والحقيقة لقيت ايدي خلاص مش قادرة. انا كنت اليوم ده هلكانة بجد من شغل البيت، فقلت خلاص بقى ما بدهاش. جبت المضرب بتاعي وشغلته علشان افصل الزبدة عن القشطة. وزي ما انت شايفة معايا كده القوام في البداية كان خفيف جدا، لكن شوية شوية بيتقل زي قوام الكريم شانتيه. مفيش دقيقتين 3 ضرب بياخد قوام الكريم شانتيه التقيل زي ما انت شايفة كده، وكمان دقيقتين من الضرب هتبدأ تخرز معايا. شايفة هنا القوام اتغير تماما اهو، وبقدر اجمعها بالمعلقة بمنتهى السهولة. اضربها دقيقتين كمان هتسمعي صوت لبن الخض وهو بيفصل من الزبدة معاكي. وبس خلاص، الزبدة فصلت معانا ولبن الخض اهو يا ستي. هجمع الزبدة بتاعتي واعملها كورة واخدها تحت الحنفية بقى واشطفها شطفة حلوة. المفروض ان احنا نشطفها في مية فيها تلج، ولكن الجو برد اصلا والمية نازلة ساقعة من الحنفية، فما تقلقيش. اما لبن الخض ده بقى حطيه في كيس وشيليه في الفريزر، واي وقت طلعيه واعملي بيه احلى معجنات. هسيب لكم لينك استعمال لبن الخض والشرش في صندوق الوصف. وتعالوا نوزن الزبدة بتاعتنا. طلعت معايا 222 جرام، يعني نقول ربع كيلو من الزبدة إلا قطعة صغيرة. شوية دول من لبن الخض اللي بيخلي المعجنات طعمها سمنة بلدي. وتعالوا نشوف هنعمل ايه في الحلة بتاعتنا اللي كانت في قلب الفرن. معايا بولة ومصفى وشاشة لازم تكون نظيفة ومخصصة للجبن، وهحط فيها اللبن الرايب بتاعنا. انا هنا نسيت ارش رشة من الملح، انتي قبل ما تربطيها رشي رشة من الملح علشان الجبنة يبقى طعمها حلو. بس على مين؟ انا افتكرت وفتحتها من تاني ورشيت رشة من الملح. الملح هيظبط لنا طعم الجبنة القريش اللي هتطلع معانا، وكمان هيخلي الشرش يفصل منها بسهولة. وسبتها لتاني يوم. الجبنة
اتجمعت معانا وادي الشرش اللي طلع منها، واعملي بيه بقى مع لبن الخض معجنات وزقططي وزقططي الاولاد معاكي. نوزن بقى الجبنه اللي طلعت معانا، طلعت لي جبنه وزنها 932 جرام، يعني تقدري تقولي كيلو من الجبنه القريش الا قطعه صغيره. وعايزه اقولك بقى ان طعم الجبنه القريش دي يستحيل تكون زي طعم اللي بتشتريها من بره، والله طعمها بيبقى تحفه. الاولاد عندي بيحبوها قوي، حرفيا كده طعمها عامل زي القشطه، زي وش اللبن. شايفين بقى؟ كنت جايبة 4 كيلو لبن ب100 جنيه، طلعولي الخير ده كله. اوعي بقى الشتا يفوتك وما تعمليش الخير ده في بيتك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك معايا في القناة وتفعيل الجرس، مع دعواتكم لمرضانا ومرضى المسلمين بالشفاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أماني محمد.